السلام عليكم. اليوم جبت لكم هاد لاباط اللي غتهنيكم في رمضان ديال البيتزا. هاد العجين اللي غنعطيكم غيصايب لكم تقريبا 90 قطعه ديال هاد لاباط. اول حاجه عندنا 3 الكؤوس ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال الملحه عامره، معلقه كبيره مع عامره ديال السكر، 3 المعالق ديال الحليب بودره، نصف ملعقه ديال الابزار، وملعقه ديال الزعتر، ملعقه كبيره ديال الخميره، وكاس الا ربع ديال زيت الزيتون، وثلاثه الكؤوس ديال الماء دافي ما يكونش طايب غير دافي. وغادي نخلط هاد المكونات بهاد الخلاط اليدوي قد ما خليتوها ترتاح كتجيكم لذيذه. وهذا هو السر ديال هاد لاباط هادي، باش كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت يعني هكا بحال الزنقه. غنخليها تخمر لمده 15 الى 20 دقيقه، وغندوز غنضيف عليها 2 كؤوس ديال الدقيق و2 كؤوس ديال الفينو او السميد او الدقيق الابيض او الدقيق الاصفر عفوا اللي عندكم. هنا من بعد ما عجنتها غادي نقطع هاد الكوارات اللي عندي، غادي المهم نتوما على حسب الكميه اللي عندكم واللي غادي ترتاحوا لها في الدليك. هنا غنكون قد ما ضفتوا عليها الدقيق غادي يكون احسن. هنا انا كنضيف الدقيق وكندلكها. من بعد غادي ناخذ هاد اللعيبه هادي غنقطع الدوائر ديالي. هاد لاباط كتجي لذيذه يعني كتصيب لينا البيتزا مزيان. من بعد غادي نتقبها هكا بالفورشيط، وبالنسبه للفرن نشعلوا عليها غير الفوق، منشعلوش عليها لتحت، خليوها غير شويه وقلبوهم قلبوهم الجهه الاخرى باش يطيبوا لكم. ما طيبوش بزاف، انا هنا يتحمروا ليا شويه، نتوما حمرهم غير ما تحمروهمش يعني خليهم هكا شويه بيضين حيت غادي طيبوهم من بعد. جربوا هاد لاباط راه كتجي لذيذه وكتصيب لكم لاباط ديالكم زوين، كتجي في بيتزا زوينه كذلك. وبالصحه والراحه ورمضان مبارك جميع.